النهارده ان شاء الله نازله لكم بشقه عروسه زي القمر. هتقولوا لي يا دعاء فين البدايه وفين المقدمه بتاعتك؟ انا عايزه اقول لكم ان المقدمه بتاعتي النهارده مختلفه شويه عن اي مره، لان طبعا احنا بدايه سنه جديده وحبيت ان انا انزل لكم فيديو شقه عروسه زي القمر. حابه اقول لكم ان الشقه النهارده قمه في الشياكه والجمال والرقي. بداية السنة الجديدة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، ويهني عروستنا ويسعدها ويهنيها بحاجتها. زي ما انتم شايفين في بداية الفيديو كانت فاتحة لي الفوط بتاعتها والمفروشات وطقم السراير والملايات وكل الحاجات دي، مع اني انا ما طلبتش منها ان هي تفتح المفروشات، بس كانت مجهزه لي كل حاجه كده زي ما انتم شايفين. انا دايما لما بطلب من العروسه اقول لها وضحي لي حاجه النيش وحاجه المطبخ، اهم حاجه المفروشات مقدور عليها ان احنا نفتحها واحنا شغالين، مفيش اي مشكله. ما شاء الله فتحت كل الحاجه كده، سهلت علينا كتير في الفرش. ما شاء الله هنا برضو حاجه المطبخ. انتوا هتشوفوا الحاجه هتقولوا لي يا دعاء هتقولي لي ده جهاز بنوته وحيده، ده جهاز بنوته متدلعه شويتين ثلاثه. عايزه اقول لكم ان مامتها ما شاء الله تبارك الرحمن كانت جايبه لها الحلو كله. زي ما انتم شايفين الرفايع كلها كانت في اول درج، وبقيه الادراج هي كانت سايباها فاضيه بحيث ان احنا ننظم بقى الادراج ونحط الحاجه. هتشوفوا المطبخ ده بعد الفرش هيبقى في حته تانية خالص. تبارك الرحمن هنا برضو بقيت حاجات المطبخ هي كانت مفتحه الكوبايات والحاجات دي، كل الحاجة كانت مفتحة. انا مش بصراحة مش برجح خالص ان العروسة تفتح الكوبايات، لان ممكن تظهر لنا حاجة احسن، او حاجة مثلا هي عايزة تحطها وهي شالت من كرتونة مثلا بتاعتها ممكن تعينها بكرتونتها بعد كده. بس هي بصراحة كانت مطلعة لي احلى حاجة واحسن حاجة عندها. وكان في باقي كوبايات تانية كتير خالص هي شالتها ما شاء الله. زي ما شايفين في حاجات كتير بره بكراتينها لسه مقفولة ما اتفتحتش، بس هي فتحت الجزء اللي هي حباه. وللعلم النيش اللي زي ما انتم شايفينه هنا هي هتنقله اليمة التانية. تعالوا مع بعض بقى صلي على الحبيب ونشوف شقة عروستنا بعد الفرش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دخلة الباب على طول في الوش كده كانت الجزامة، ده الكرسي بتاعها متحرك بتاع الجزامة، ممكن ان هي تقعد عليها تلبس الشوز بتاعها تلبس الحاجة بتاعتها. فكرتها كانت حلوة قوي ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الريسبشن كده مكون من جزئين، الجزء فيه السفرة والجزء التاني فيه الانتريه. هنا ده البوفيه حطيت لها عليه الرانر ده وحطيت عليه طقم الغزلات، وبرده حطيت لها الطقم الشمعدان الجولد دوت ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الضلفة دي حطيت لها ايه. حطيت لها في اول رف فوق بقية الطقم الصيني بتاعها. في الرف التاني على طول حطيت الطقم الأركوبال. ما شاء الله تبارك الرحمن ذوقها راقي جدا في اختيار حاجتها. هنا في الرف الأولاني برضو حطيت طقم كاسات ومعاه طقم شوبات عصير. هنا حطيت طقم شاي والجاتوه في آخر رف خالص. هي ما كانتش حابة تحط الطقم الشاي والجاتوه في النيش لأن أغلب حاجتها في النيش كلها كريستال ما شاء الله. هنا برضو حطيت لها شنطة المعالق، وهنا باقي الأطباق اللي باقية مننا. ده الانتريه هنرجع له تاني ونشوف تفاصيله. تعالوا نشوف مع بعض بقية السفرة بتاعتها. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين السفرة والكراسي بتاعتها حلوة جدا. حطيت الرانر ده وحطيت طبق فاكهة كريستال وحطيت الفازة الجولد. اول حاجة معانا بقى من النيش، اول وحدة معانا من النيش بتاعها مقسم لجزئين. الجزء الاولاني اول قطعة معانا حطيت لها القارورة البوهيمي دي ودمجت معاها طقم خشاف او طقم ايس كريم زي ما انتوا بتقولوا عليه، يعني على حسب ما انتوا بتقولوا عليه. هنا برضو حطيت لها طقم خشاف كريستال ودمجت معاه طقم كاسات RCR. وفي اخر رف خالص حطيت لها طقم الشاي والجاتو بتاع الطقم الصيني. خصصت لها الجزء ده كله حاجات سيلفر كده. هنا الوحدة التانية او الجزء التاني من النيش خصصت كله حاجات جولد. زي ما انا قلت لكم حطينا فيه حاجات كلها كريستالات. اول رف برضو فوق حطيت القارورة البوهيمي الكريستال دي ودمجت معاها برضو كاسات بوهيمي. هنا برضو حطيت طقم كاسات بالصينية بتاعته ودمجت معاه طقم شاي. هنا حطيت برضو طقمين كاسات ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان حاجتها كانت قيمة وشيك جدا، ربنا يبارك لها ويسعدها بحاجتها يا رب. زي ما انتم شايفين ضلفة كاملة على بعضها جولد وضلفة كاملة على بعضها سيلفر. تعالوا بقى نشوف تفاصيل الانتريه القمر بتاعها بالترابيزة القمر بتاعتها دي ما شاء الله. شكله راقي وشيك جدا، تحسوا الواناته مريحة للعين. مكون من كنبتين واتنين كرسي فوتيه، وفي زي طقاطيق خشبية كده في الانتريه نفسه، وشكلها حلو قوي لو حد عايز يحط اي حاجة جنبه بدل الترابيزات المتنقلة او الحاجات الصغيرة دي. لا فكرته كانت شيك جدا.
وعايزة اقول لكم ان الستاير بتاعتها برضو كانت بسيطة ورقيقة جدا. حطت لها شيالة الكحك وطبق التسالي ما شاء الله. حطت لها سحابة المناديل كده على الترابيزة، برضو ده الشكل العام للريسبشن بتاع عروستنا. النجف برضو كله كان متناسق. هنا بقى المكتبة بتاع الشاشة حطت لها الانتيكات الديكورية والكتب الديكورية بتاعتها دي ما شاء الله، شكلها برضو راقي جدا. عايزه اقول لكم ان ذوق عروستنا حلو قوي 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 بجد ما شاء الله. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب، هي اصلا حد كيوت وقمر قوي ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ده الشكل العام. تعالوا بقى نشوف مع بعض باقي شقة عروستنا. الستارة دي بتدخلنا على الطرقة جوه. هنشوف مع بعض الطرقة. اول حاجة على ايدينا اليمين على طول واحنا داخلين المطبخ بتاع عروستنا، ده التابلو كانت هي لسه هتعلقه هنا في الطرقة. اول حاجة معانا هنا المطبخ بتاعها ما شاء الله تبارك الرحمن. حطينا اول حاجة في الدخلة كده الميكروويف. هنا التلاجة بتاعتها ماركتها تورنيدو. وهنا برضو البوتاجاز يونيفرسال تقريبا. وزعت لها بقى الحاجة كده على الرخامة. غسالة بتاعتها كريازي ما شاء الله تبارك الرحمن. خصصت لها الجنب ده كوفي كورنر للحاجات المشروبات، وحطت لها الطقم المجات القمر دوت البطوط دوت ما شاء الله. وحطت لها برضو فوق الديب فريزر كده صواني للتقديم بحيث ان احنا برضو ما نزحمش الرخامة. حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نشيل حاجات كتير من عليها، بس ما شاء الله حاجتها كانت كتير جدا. تعالوا بقى نشوف النيش بتاع المطبخ. اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يهنيها بحاجتها يا رب. عايزة اقول لكم ان النيش بتاعها راقي جدا وذوقها تحفة ما شاء الله. اول رف فوق حطيت طقم كاسات ودمجت معاه طقم تاني ملون، وهنا حطيت طقم شربات ودمجت معاه الطقم الكاسات السيلفر ده. هنا برضو حطيت طقمين كاسات ودمجت معاهم طقم شاي. هنا برضو حطيت طقم شربات ودمجت معاه طقم كاسات. وحطينا حلة الاندومي دي، حسينا ان لونها ماشي جدا مع لون الطقم. هنا حطيت لها طقم الجيلي. تحت كده حطيت طقم الشوربة وطقم القهوة. وده الشكل العام لنيش عروستنا. اتمنى ان هو يعجبكم. اتمنى ان رصة نيش المطبخ ونيش الريسبشن بره في السفرة يكون عجبكم. هنا حطيت لها الطقم الاركو بايركس، قسمته كده على رفين ودمجت معاه طقم شوبات. هنا بقى الادراج، اظن انتوا فاكرين الادراج والمطبخ كان عامل ازاي قبل الفرش. حطت لها الرفايع بتاعتها كده في المنظمات. وهنا في الدرج التاني وزعنا باقي الرفايع بتاعتها. هنا برضو حطينا الدرج دوت فيه علب خزين وحاجات للخزين. هي ممكن اصلا تستخدمه تحط فيه البقوليات والحاجات بتاع الخزين بتاعتها. فوق التلاجة على طول حطينا علب التلاجة والترامس والبراد والحاجات دي. هنا بقى الجزء ده برضو خصصناه للخزين، هو جنب البوتاجاز تحط بقى فيه زيت مكرونات برضو حاجات كده. هنا حطيت الطقم التيفال بالكامل وحطيت معاه القلايات بتاعتها. تحت كده حطيت كل البلاستيكات والصواني الميلامين. هنا في الوحدة دي برضو حطت لها كوبايات للاستخدام اللي هو اليومي، تبقى قريبة من ايديها برضو للمطبقية. وهنا حطيت الطقم العشاء البورسلين ودمجت معاه برضو طقم اطباق شوربة. ودمجت معاه حطيت تحت برضو اطقم كوبايات العصير والمية. هنا برضو حطيت اطقم كوبايات تانية برضو زجاج. الوحدة دي حطينا فيها كل الأجهزة الكهربائية بتاعتها، الحاجات اللي هي مش هتستخدمها استخدام يومي رفعتها في الرف اللي فوق، واللي هيبقى قريبة من ايديها في الاستخدام حطيتها لها في الرف اللي تحت. هنا بقى حطيت ما شاء الله الطواجن البايركس والبورسلين في اول رف فوق. وتحت كده على طول حطيت لها حاجات الكيكة كلها، يعني خصصت الوحدة دي كلها للحاجات اللي زي كده، حاجات الكيكة والحاجات البايركس، يعني كلها صواني بمعنى أصح. هنا بقى حطت لها طقمين، دول طقمين جرانيت. حطيت الطقم البينك البامبا ده والطقم الذهبي اللي هو الجولد. وهنا بقى تحت حطت لها كل الحاجات الاستانلس، طقم الاستانلس مع مصافي الاستانلس، كل الحاجات براد استانلس كنك استانلس، كل الحاجات الاستانلس حطيتها لها تحت كده في الرف الاخير زي ما انتم شفتوا معانا. ده كده مطبخ عروستنا بعد الفرش. اتمنى ان هو يعجبكم. تعالوا بقى نشوف جمال غرفة النوم وغرفة الأطفال بتاعة عروستنا. هنا الحمام كان لسه في حاجات مخلصتش. تعالوا نشوف غرفة النوم ونقول ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب.
اظن انتوا فاكرين ان السرير ده كان مليان حاجات قد ايه قبل الفرش. تعالوا بقى شوفوا الغرفة بعد الفرش. اللهم بارك اللهم بارك، الغرفة بقت حاجة تانية خالص بعد الفرش. حطيت لها المفرش السوفت التركي على السرير، وهنا ما شاء الله بقول لكم باي باي، متنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم. هنا حطيت لها الصينيه القمر دي وعليها الحاجات البرفن، وهنا كانت جايبه منظم للميك اب ووزعت لها فيها كده حاجه الميك اب. في الجنب التاني برضو حطيت لها حبه حاجات بودي سبلاش وحاجات بسيطه كده. ما شاء الله هي كانت حاجتها كتير، وملينا الادراج بصراحه على قد ما قدرنا، والباقي حطينا تحت. هنا دي برضو حاجات خاصه بالميك اب بتاعها. في الدرج ده بقى حطينا كل الحاجات التوك والقمشات بتاعه الشعر. علقت لها برضو على شماعة البورنوس كده. تعالوا بقى مع بعض نشوف دولاب غرفة نوم عروستنا ولبسها وحاجتها. ما شاء الله تبارك الرحمن. في اول رف فوق كده حطت لها اللبس الشتوي كله. احنا كنا لسه في موسم الصيف يا جماعة، انا عندي شقق كتير الموسم اللي فات للأسف لسه ما خلصتهاش، اللي انا مغطية اللبس الخاص بيها. هنا اللبس الصيفي فوق الشتوي، تحت حطيت الشنط الخروج زي ما انتم شايفين. الجزء التاني الرف الاخير ده تقريبا احنا كنا سايبينه للعريس. هنا حطينا لها مفروشات غرفة النوم كلها. عايزه اقول لكم شوفوا قد ايه مفروشاتها راقيه وشيك وجميله جدا. حطيت لها فوق اتنين مفرش قطيفه والبطانيه بتاعته للسرير الكبير، وتحت وفي الوسط كده اللحاف. وعلقت لها لبس الخروج بتاعها على الشماعه. هنا حطينا الملايات والفوط بتاعتها، وهنا برضو بطانية ودفايات للسرير الكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن. عايزة اقول لكم حاجتها بسيطة ورقيقة جدا، ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. اتمنى بجد ان رصة دولاب عروستنا النهارده تعجبكم. عايزه اقول لكم ان انا كنت حاطه لها خامات بسيطه ورقيقه جدا، وقد ايه كانت فرحانه بالدولاب دوت بعد الفرش. بجد انا كنت سعيده جدا لما شفت فرحه العروسه وهي عاجبها الفرش وعاجبها الحاجه. ربنا يهنيها ويسعدها بحاجتها يا رب. ده كده الشكل العام لغرفة نوم عروستنا. ما شاء الله ربنا يبارك. تعالوا بقى مع بعض نشوف غرفة الأطفال بتاعتها. لو أخدتوا بالكم هتحسوا ان الغرفة جاية بشطرة كده، السراير جاية بزاوية شوية عن المراية دي. على فكرة يا جماعة بتاع البوفيه بره، لو انتوا افتكرتوا ان انا قلت لكم ان هي كانت لسه هتعلق المراية بتاع البوفيه، بس هي كانت مستنية حد يجي يعلقها لها. ده كده شكل السراير بتاعتها. فرشت لها برضو عليها مفرش سوفت التركي. وهنا الدولاب يعتبر دولاب دريسنج كده، شكله كان شيك برضو قوي. عايزة اوريكم مفروشات بقى الغرفة. هنا فرشنا مفروشات باقي الغرفة بتاع غرفة النوم، وبقيت مفروشات غرفة الأطفال. ما شاء الله تبارك الرحمن. في أول رف فوق كده حطيت لها ملايات، وحطيت برضو جزء من الفوط، حطيت لها برضو شريط بسيط كده على الملايات. وهنا باقي اللبس بتاعها، وسيبنا بقية الشماعة للعريس. هنا حطيت لها لحافين الأطفال واتنين دفاية للأطفال. هنا برضو في الدولاب ده حطيت لها ملايات وحطيت جنبيها بشكير كده، وهنا برضو حطيت فوط تبارك الرحمن. هنا برضو حطيت دفايات لسرير أطفال، حطيت لها برضو عليها خامات بسيطة جدا. والفراشة القمر دي ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. هنا برضو حطيت لها ملايات وحطيت جنبيها كوفرتا اللي هي البيكا. ما شاء الله ده كده شكل رصة دولاب غرفة الأطفال. اتمنى بجد تكون عجبتكم، ولو عجبكم شغلي في شقة عروستنا النهارده متنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي بإذن الله. عشان كمان الفترة الجاية بإذن الله انزل لكم بقية الفيديوهات اللي انا كسلانة عنها، اسجل لكم بقية الفيديوهات وانزلها لكم الفترة الجاية بإذن الله. حابة بجد أشكر العروسة ومامتها وبنت خالها اللي رشحتني ليها، لأن مش أول مرة أتعامل معاهم. أنا كنت فرشة لمرات أخوها. بجد من الناس المحترمين جدا. انتظرونا في فيديو جديد مع شقة عروسة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.